ويا صلاة النبي. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه، قولوا امين يا رب العالمين. بصوا بقى، قبل ما ابدا خالص انا عايزه اخد رايكم ضروري جدا جدا. ايه رايكم في الفيديوهات اللي انا بكون واقفه فيها معاكم؟ هل الفيديوهات دي حلوه؟ او لو انا مثلا هتكلم معاكم على حاجه اسلط الموبايل كان على السفره او على رخامه المطبخ وبلاش انا اظهر، فانزلوا تحت في الكومنتات تكتبوا لي عشان عايزه اعرف رايكم. ماشي؟ بصوا بقى، فيديو النهارده عايزاكم تحطوا لي لايكات كتير جدا، شيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان هنتكلم مع بعض على شويه افكار حلوه جدا جدا. ساعدوني يا بنات، كملوا الفيديوهات للاخر رجاء. الفتره دي بالذات انا عايزاكم تكملوا كل الفيديوهات للاخر عشان انا دلوقتي فتره تجميع الساعات عشان ربنا يكرمنا والقناه ايه تنجح. تمام؟ فالفتره دي بالذات كملوا الفيديو للاخر، ده رجاء مني ليكم. وطبعا الفيديو مش هيكون عباره عن اي حاجه، زي ما وعدتكم كل الفيديوهات هتبقى حلوه جدا جدا وكلها معلومات ان شاء الله وحاجات تفيدكم. في فيديو النهارده هتكلم على شويه حاجات مهمه جدا، او هنتكلم عن حصاله رمضان. ازاي بقى نبدا رمضان من دلوقتي؟ انا كنت عملت معاكم فيديو عن حصاله رمضان. دلوقتي بقى هنبدا في الشغل الجاد. اللي ما عملش الحصاله يبدا يعمل من دلوقتي، محدش يقول لي لسه بدري. يا دوب يا بنات، انا عامله الحصاله من بدري علشان انا السنه اللي فاتت او رمضان اللي فات انا كنت عايزه اشتري حاجات في الشقه، بس للاسف ما عرفتش اجيب خالص 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 عشان مش كان معايا فلوس. فانا بدات بدري وهبداها بدري وهنبدا مع بعض. بس هقول لكم على فكره حصاله حلوه جدا جدا من هنا لرمضان ان شاء الله. لو انتظمنا عليها هنجمع في حدود 5000 او 5000 واكتر. تمام؟ عشان كده انا طالبه منكم شيروا الفيديو لاصحابكم لقرايبكم للناس اللي بتحبوهم عشان كلنا نستفيد من الفكره دي. بصوا بقى، الفكره اللي هي بتاعت 100 يوم. تمام؟ احنا عملنا مع بعض فكره حصاله لرمضان او فكره الحصاله على العيد الكبير، وهي كانت عباره عن 30 يوم. تمام؟ عشان الايام كانت بسيطه. عملنا الحصاله وعايزه اقول لكم الحصاله نفعت وكانت حلوه جدا. انا ما رضيتش اعمل عليها بالجاف، انا هعمل معاكم بالرصاص عشان لو احتجت الورقه تاني. تمام؟ انا عملت معاكم الحصاله بتاعه العيد الكبير. عايزه اقول لكم انا فتحت الحصاله وجبت بيها حاجات حلوه جدا للمطبخ. انا عامله فيديو ان شاء الله الفيديو هينزل لكم، عشان كده انا مصوره الفيديو هنا في الصاله، مش عايزه ادخل في المطبخ غير لما الفيديو يخلص خالص. تمام؟ فانا عملت في الحصاله دي كانت تقريبا جبت تجهيزات للمطبخ بحدود 400 جنيه، مش اكتر من كده. 30 يوم بس لو انتظمنا عليهم. بصراحه مش معاكي او انت مش قادره تحطي في يوم 29 او 30 مش مشكله، تاني يوم 3 يوم جمعيهم على بعض اللي في مقدرتك. سيبنا من فكره الحصاله ديت، لو انت عايز تعمليها في الشهر او شهرين تمام، انما احنا هنعمل حصاله ال100 يوم. حصاله ال100 يوم دي يا بنات من هنا على رمضان، يعني في حدود برضو لسه شويه على رمضان. رمضان هيكون في اول 3، احنا دلوقتي في شهر 7، في حدود مثلا 8 شهور او 9 شهور على رمضان هنبدا نعمل ال100 يوم. بصراحه ال100 يوم معناها ان انت هتحطي في اليوم الاولاني هتحطي جنيه، في اليوم مثلا ال100 يوم هتحطي رقم 100، خلال 99 يوم هتحطي 99 جنيه، في اليوم التاسع هتحطي 9 جنيه، في اليوم العاشر هتحطي 10 جنيه وهكذا. اليوم بالقيمه بتاعته او بالمبلغ بتاعه. طيب انا في ناس دلوقتي مش هتقدر تحط 100 جنيه في يوم واحد، لان ال 100 جنيه دي اساسا يوميه ناس، ربنا يا رب يعين كل واحد على حاله. فال 100 جنيه دي بتاعت يوميه حد او يوميه ناس، فان انا هاخدها واحطها في حصاله يبقى شكرا كده؟ لا. دلوقتي احنا طالعين من العيد الكبير وربنا يخلينا اهلنا جميعا يا رب ويديهم الصحه دايما، فاكيد حد عيد علينا. انا واحده من الناس انا فايض معايا من ال 200 جنيه دي من العيد. 200 جنيه دي انا مش هعمل بيها اي حاجه، انا هفضل عيناها واشيلها. تمام؟ معاكي اي حاجه هاتيها في الحصاله وحطيها. انا عندي العلبه دي علبه سمنه عاديه خالص، علبه سمنه عاديه انا حاطه لها ستيكر زي كده عشان انا مش معايا، مش عندي حصاله. بدل ما اشتري حصاله ب 10 جنيه ولا 15 جنيه، طب ما انا اجيب العلبه ديت ويا ستي ولو عايزاها ما تتفتحش هنجيب بلاستر او لزق ونلزقها كويس جدا جدا، هتفتحها من فوق هتخرميها وخلاص وما تفتحهاش لو انت عايزه حاجه ما تتفتحش. تمام؟ وال10 جنيه ولا ال15 جنيه بتوع الحصاله هنقدر نحطهم هنا وخلاص بدل ما نشتري حصاله بالكلام ده كله. بصوا بقى، انا معايا هنا الحصاله بتاعتي 100 يوم، انا معايا دلوقتي 200 جنيه. تمام؟ هعمل ايه؟ هعلم على اليوم اللي هو رقم 100، هعمل عليه علامه مثلا صح كده. تمام؟ بالشكل ده كده اهي. واليوم اللي 99 هعمل عليه صح وهعمل على رقم الواحد صح. يبقى انا حطيت في ال3 خانات دول اليوم ال100 واليوم ال99 واليوم الواحد، يبقى كده انا حطيت ال200 جنيه. اصعب يومين عندي اللي هما اليومين دول، او الخانه اللي تحت ده كله اصلا اصعب حاجه، لان من الصعب جدا ان احنا نوفر 99 جنيه
ونحطهم. والله انت مش هتقدري توفريهم، او في ناس كتير مش هتقدر توفرهم. طيب دلوقتي احنا فاضل كام شهر على رمضان؟ شهر رمضان احنا في شهر 7، عندك 7 و8 و9 و10 و11 و12 و1 و2، 8 شهور على رمضان. في ال8 شهور دول انت نزلتي السوق مثلا في الاسبوع في مره، تفضل منك 5 جنيه، هناخد ال5 جنيه وهنعمل عليها علامه صح في اليوم بتاعها. تمام. نزلنا جبنا العيش وفاضل مننا من ال5 جنيه 3 جنيه، هنحط في العلامه ديت، هنحط ال6 جنيه. طيب نزلنا بقى السوق وفاض مننا، خدنا في حدود 200 جنيه واشترينا بيهم حاجات للبيت وفاض منهم 20 جنيه. الحصاله دي لازم تعرفي جوزك بيها، ولازم يكون عارف بيها. ال20 جنيه اللي فاضت من الحصاله دي انت هتكون قايله له انا فاض مني 20 جنيه وهحطها في الحصاله بتاعه رمضان. في الحاله دي هعلم على 20 جنيه. تمام. هتقولي له ليه؟ لان اولا في ناس مش هتقبل ان انت تدبقي، او في ناس ان هم مثلا تكون على قد حالتهم او الكلام ده، والازواج مش هتقدر ان انت تدبقي من هنا. فانت مش شرط تدبقي المبلغ ده كله او توفري المبلغ ده كله، انت هتوفري حاجه بسيطه جدا جدا. هتعرفيه لو فاض من مصروف البيت 10 جنيه انا هحطها في الحصاله، لو فاض من مصروف 100 جنيه انا هحطها في الحصاله. تمام. مصروف البيت احنا بيتقسم عندنا لاجزاء، منها للنور، غاز، للميه، ان كان في ايجار. دلوقتي احنا وقت الاجازه مفيش دروس، فنحاول على قد ما نقدر نظبط نفسنا من دلوقتي ونرسق نفسنا قبل ما الدراسه تدخل. تمام. خلصنا الحاجات الاساسيه، هندخل بقى على باقي المصروف. هيتقسم على 4 اصراف من 4 اسابيع، فاض منهم 10 جنيه هناخدها ونحطها في الحصاله. فاض من الاسبوع الثاني يعني هنقول مثلا 50 جنيه هناخدها ونحطها في الحصاله. فاض من الاسبوع الثالث 20 جنيه هناخدها وهنعلم على الايام اللي هيتحط فيهم. تمام. انما في ايام الاسبوع او خلال ايام الاسبوع لو فاض منك 2 جنيه 3 جنيه بتحطيها في الحصاله. والله طب انا مثلا عملت كل الارقام الصغيره دي ومعايا مثلا في حدود 9 جنيه، هحط هنا واعمل مثلا فاضل 10، يعني هعمل على علامه ال9 دي وهعمل فاضل 10. طيب انا عملت مثلا معايا 10 جنيه هحطها في الخانه بتاعت ال20، بس هكتب باقي 10 او هنا هكتب جنبها 10. تمام. علشان نكون برضو عارفين احنا وفرنا ايه او دبعنا ايه. والله عندك شويه عيش ناشف بيعيه وحطيه في الحصاله. عندك شويه زيت. في ناس هتقولك لا الزيت المستعمل حرام ومش حرام واحنا مش عارفين منين بياخدوا وبيودوه فين والكلام ده كله. فوالله يا ستي ممكن تقدري تعملي صابون المواعين بالزيت المستعمل وتبيعيه في اي محل لحد قرايبك، وبالذات الصابون الاسود اللي ناس اهلنا زمان بيحبوه جدا. او هو بينظف اساسا المواعين حلو جدا، فممكن تبيعيه. ممكن تعملي اي حاجه في البيت انت تقدري تستغني عنها، تجمعي ازايز الزيت، ازايز الكنز مثلا لو حاجه عندك في البيت فايضه ولا الكلام ده كله، في الحاله دي بتاخديه وتبيعيه وتحطي برده في الحصاله. نحاول نظبط دنيتنا من دلوقتي يا بنات قبل ما ندخل على دراسه ومصاريف، والاولاد رايحين الدراسه وبياخدوا مصروفهم. لو باباهم ما سابش فلوس ليهم انت هتضطري تديهم من معاكي. عايزين كراسه، عايزين قلم، فطبعا الحاجات ديت هتاخد من المصروف شويه. فاحنا نبدا نظبط دنيتنا من دلوقتي، وابداوا اعملوا حصالاتكم من دلوقتي. انا اول ما ابدا هحط 200 جنيه وهحول على قد ما اقدر، مش هردها خالص خالص خالص. طيب انت مش عندك علبه زي دي، عندك ازازه ميه، هنجيب ازازه الميه وهنبلاستر عليها هعمل عليها اللزق بالحصاله بتاعتي بالشكل ده كده. يا اما بصراحه انا لا عندي كده ولا كده، فخلاص انا همسك الورقه بتاعتي وهطبقها زي ما انا كنت عامله في حصاله العيد الاضحى، وهحطها بالشكل ده كده. تمام. هنحطها كمان تطبيقه بالشكل ده كده. فاض منك اي حاجه في البيت، في مصروف البيت، جوزك موفرلك مثلا 20 جنيه في كان في الفطار، حاولي تجيبي حاجتك من السوق. اعملي بتنجان عندك في الشقه، اعملي فول، اعملي طعميه، اعملي البانيه، اعملي كل حاجه في الشقه، وحاولي ما تشتريش بره. حاولي نبعد عن اكل الدليفري، نحاول نبعد دلوقتي في الاجازه نروح مصيف مش مشكله، حاجه بسيطه على قد الايد، شويه فشار من الموجودين في البيت، شويه ترمس. بلاش نشتري شباس كتير او بلاش نشتري اكل من بره كتير، نعمل الاكل في بيتنا. عايزه تاكلي اكل السمك اعمليه في الاكل في بيتك قبل ما تمشي على هناك بدل ما نشتري من مطاعم. حبيتي تخرجي انت واولادك بلاش نطلع نشتري او ناكل حاجات من بره كتير، لا احنا نعمل حاجاتنا في البيت. نجيب شويه لب، نعمل شويه في الشغل وناكلهم واحنا ماشيين او خارجين بالعربيه، ننزل نجيب لهم جيلاتي، اي حاجه او ايس كريم، اي حاجه من الموجوده او حاجه على قد الايد. بلاش نكلف نفسنا بنات والكلام ده كله. ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات كتير عن رمضان وكرتونه رمضان وتجهيزات رمضان بالنسبه للخزين.
نبدا من دلوقتي علشان كل يوم نشيل لنا حاجه او كل شهر نشيل لنا حاجه، فنلاقي احنا عندنا حاجات كتير جدا في رمضان من غير بقى ما نتعب نفسنا وان احنا ننزل نجيب حاجات شيء وشويات، ومحتاجين فلوس كتير جدا عشان نشتري خزان رمضان ونيجي ندخل على رمضان، لان احنا صرفنا كتير جدا جدا ومش عارفين نمشي دنيتنا. فاحنا في غنى عن كده خالص. الحصاله دي انا هاخدها علشان انا كنت عايزه السنه اللي فاتت او في رمضان اللي فات اجيب بقى اللي هي الكوشنات اللي عليها رمضان او عمو حكيم او الناس بتاعت رمضان الجميله دي. انا ما كانش عندي حاجات رمضان، فانا خدت بتاعت السنه اللي فاتت وعلقتها. ان شاء الله السنه الجايه لا احنا نجيب شويه مفارش ونجيب شويه حاجات لرمضان، حاجات بسيطه وعلى قد الايد، 100 جنيه ب 200 جنيه. وبصراحه الفلوس اللي هتفيض لا احنا هنجيب بقى حاجات احنا محتاجينها في البيت. هنجيب خزين، شوفي اولادك محتاجين ايه يا ستي. لو مش محتاجه حاجه في البيت او انت عندك كل الخزين في البيت وكل حاجه متوفره في البيت، اولادك محتاجين مثلا حاجات في العيد، محتاجين لبس، محتاجين كحك وبسكوت، لازم تفرحي اولادك بالحاجات دي. فحصاله رمضان ابداوا فيها من دلوقتي يا بنات. لو الفيديو عجبكم شيروه لكل اصحابكم. هستنى طبعا رايكم في الكومنتات عن حصاله رمضان، هستنى طبعا رايكم في الكومنتات هل اكمل معاكم في فيديو بالشكل ده كده، ولو في فيديو محتاج كلام زي الفيديو ده اطلع مثلا على السفره، اطلع على المطبخ من غير ما اطلع. فهحتاج رايكم ضروري جدا جدا يا بنات. بالنسبه للفيديو النهارده خلاص خلص. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. هستنى طبعا رايكم في الكومنتات. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس تختاركم عشان يوصل لكم الجديد. اهم حاجه لو كملتوا الفيديو للاخر انزلوا تحت اكتبوا لي ان انتم من الابطال. اشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله على خير. مع الف سلامه.